Ya alimas sirri minna la tatiki sitara adna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. طبعا بهذه الفرصة المناسبة سأوضح لكم عن الدرس الذي تعلمنا في الأسبوع الماضي. فمن العقائد التي يجب علينا أن نعتقده هو أن الله سيعذب من ارتكب كبيرة لكنه ليس خالدا بعذابه وسيخرج بعده. ثم وقل أن الشهيد خير ورزقه الله تعالى بمشتهى الجنة. وما هو الرزق؟ فيه قولان: الأول الرزق من دفع به، والثاني ما ملك به إذا انتفع به أو لم ينتفع به. ثم الرزق على ثلاثة: الحلال، المكروه، الحرام. إذا فاختر الحلال فإنه أحب الأطيب إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قولوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم اختلف العلماء في الاكتساب والتوكل أيهما الأفضل، ولكن الراجح فيهما تفصيل على حسب العقل. وإن كان أهل السنة والجماعة الشيء هو الموجود وكل موجود هو الشيء، وأما الموجود هو ثابت في الخارج فوجود شيء عينه. فعلينا الاعتقاد أيضا أن الجوهر الفرد هو حادث إننا ولا ينكر هذا القول. هذا قول شكر قليلا مني وشكرا على حسن استماعكم، وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.